السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد اوقاتكم أهلي وأخواتي متابعي قناة تركيا 2024 عبر اليوتيوب ومتابعيني عبر التيك توك. أخواتي الأكارم، خبرنا للآن هو السجن لصاحب منزل يضايق المستأجر. فما هو السبب؟ خليكم معنا لنشوف التفاصيل. حكمت محكمة تركيا في اسطنبول بالسجن صاحب منزل 9 أشهر و10 أيام بسبب مضايقته المستأجر، وذلك عبر إرسال رسائل متعددة والاتصال المكثف للمطالبة بإخلاء المنزل أو رفع قيمة الإيجار من 4000 ليرة تركية إلى 13,000 ليرة تركية. المستأجر تقدم بشكوى إلى القضاء الذي أصدر حكما بالسجن، وذلك بتهمة توجيه التهديدات والمراقبة والمتابعة المستمرة. أما خبرنا التالي للآن: أوميت أوزداغ المعادي للاجئين يتعهد بمحاسبة المعتدين على طفل سوري في ولاية غازي عنتاب. فما القصة؟ في ظل الاتهامات الموجهة له بتأجيج العنف ضد المهاجرين، أعلن أوميت أوزداغ الشخصية البارزة عن التزامه الراسخ بمحاسبة المعتدين على الطفل السوري أحمد زينب البالغ من العمر 14 عاما. وفي تصريحاته أشار أوزداغ إلى أهمية تحقيق العدالة ومحاسبة أي شخص يرتكب أعمال عنف تجاه المهاجرين في تركيا. وفي سياق متصل ألمح أوزداغ إلى وجود أطفال أتراك ضحايا للعنف الذي يندلع بين اللاجئين، وأكد على أهمية التصدي لكل أشكال العنف وحماية الأطفال، وذلك بغض النظر عن جنسياتهم. تأتي هذه التصريحات في إطار جهوده لتهدئة التوترات وتعزيز التسامح والتفاهم بين جميع فئات المجتمع. إذن أخواتي الأكارم، كانت هي أبرز الأخبار للآن. انتظروني بالفيديو القادم، والأخوة اللي مو عاملين الاشتراك يا ريت تكبسوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس لتوصلكم جميع الفيديوهات وتكبر عائلتنا بوجودكم. كانت معكم ربع عز الدين عبر قناة تركيا 2024، وبترككم الآن بأمان الله.